ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. بعد ايه يا حبيب امك؟ بعد ايه يا حبيب قلبي؟ بعد ايه يا حبيب امك؟ يا سيد امك يا طعم يا نايتي. بعد ايه؟ نزل لي شحات وقفشه ومين؟ نزلهم بعد ايه؟ لا عادي. بعد ايه؟ لو راجل هات فيهم جون بقى. يا رب يتلغي، يا رب يتلغي. والله عارف ان احنا هيجي فينا جون، اقسم بالله عارف ان احنا هيجي فينا جون. دفاع مبالغ فيه قوي. الشوالي نفسه لا ليه علاقه بالاهلي ولا ليه علاقه بصن داونز، قال لك مبالغ فيه قوي، مبالغ في الدفاع قوي. طبيعي 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 تاكل جول مرصوص قدام الجول، طبيعي. يعني بره يا رب. هاجم بقى، اطلع بقى، اطلع بقى، اطلع. ده انت قرفتنا. اطلع اطلع. هتفضل مستخبي لحد امتى يا اخي؟ ده انت جبان. يجيب في الجول بيلعب باتنين مدافعين. ما احنا بنهاجمش، ده احنا بنشتت الكرة كأننا بنلعب في درجة رابعة ونفسنا نصعد للدرجة الثالثة. الكرة بتيجي لأي لاعب مش عارفين نباصي كورتين. الكرة بتيجي مع أي واحد. كنت بقول الأهلي مسعور وكانت الناس بتزعل مني في الكلمة دي، بس بما إن الأهلي طلع النهارده وأنا راجل زملكاوي بتفرج على كورة فخدوا مني الكلمتين دول، وده رأيي الشخصي ماليش دعوة بحد. الأهلي النهارده خرج بهدف عكسي وخرج من بطولة أفريقيا اللي هي كانت هتبقى الثالثة على التوالي. مفيش أصلا منافسة بينه وبين أي حد، وعارف ان جمهور الاهلي زعلان، بس استحملني بقى في الكلمتين دول. من ايام بيتسو موسيماني وفايلر وحسام البدري ومانويل جوزيه، اي مدرب مسك النادي الاهلي انا كنت بقول الاهلي ما بيجيبش مدربين، مش محتاج يجيب مدرب بملايين الدولارات. ليه؟ لان اسلوب اللعب بتاعه واحد، ياخد الكره من ال 18 بيتصعر على مرمى المنافس بكثافه عدديه كبيره وبيجيب جون والتاني والتالت وما بيشبعش. كنت بطلع اقول كده الاهلي ما بيشبعش. اول مدرب في تاريخ النادي الاهلي يجبر النادي انه غير طريقه لعبه هو مارسيل كولر. انا مش هقول لك التغييرات ومش هقول لك الكره اصلا هاند بول من نص الملعب، مش كل الكلام ده فات اوانه. الماتش خلص والموضوع انتهى والاهلي تعادل على ارضه وخرج من البطوله ومش هياخد الثالثه على التوالي. انا كده خلاص بقى انا ايقنت من ايام ماتش الوداد بتاع اللي هو كان المفروض يبقى الثالثه على التوالي للاهلي واتلعب على ملعب غير محايد على ارض الوداد، وانا بتكلم الكلام ده. بقول لكم افريقيا مش هتسمح للنادي الاهلي ياخد 3 بطولات افريقيه على التوالي، هم مستحملينه اصلا بالعافيه. فهنا سؤال بقى للناس اللي بتتابع كوره، فرقه زي صن داونز دي اللياقه البدنيه بتاعتها اعلى من اي فرقه في افريقيا كلها. عملوا الخمس تغييرات بتوعهم اتعملوا قبل الدقيقه 90، قبل اصلا ما يجيبوا جون التعادل في النادي الاهلي اللي هو هدف عكسي قبليها. وهم اللياقه البدنيه بتاعتهم لا تقارن بالنادي الاهلي ولا باي حد. لعيبه جامده جدا 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 بدنيا، بس المدرب بتاعهم عارف وفاهم ان ظروف المباراه بتتعب بعض لعيبه معينين في بعض مراكز. انت كمارسيل كولر بتسيب اللعيبه تشحر وفي الاخر جاي تجيب لي محمد مجدي قفشه من على الدكه هو وحسين الشحات تنزلهم لي في الدقيقه 92 هينزلوا يعملوا ايه؟ جمهور الاهلي ليه حق. لا عادي. وانا راجل زملكاوي يجي واحد يقول لي انت مال اهلك؟ انت بتتكلم في اللي مالكش فيه ليه؟ انا بقول رايي ومن حقي عشان النهارده اتحرق دمي وقاعد مش مصدق اللي بيحصل. مش الشوط الاول انت بتدافع على ارضك، في مصر. انت المفروض تهاجم. انت جبت جون، هاجم وهات التاني والتالت، عزز الهدف اللي انت جبته. انت بس ما بتعرفش تتعامل مع الفرقه دي غير على ارضك. يعني انت بره ارضك ما بتعرفش تعمل الكلام ده مع صن داونز ومع اي حد. مش تعرف تجيب الجون الثاني والثالث والرابع، هتجيب هدف هناك او هتتعادل هناك وهترجع على ارضك هنا. تيجي على ارضك هنا تلعب دفاع. انهي منطق؟ مارسيل كولر النهارده مشي خلاص، مش هيقعد في النادي الاهلي، والاهلي لازم يرجع يلعب بنفس طريقه اللعب بتاعته اللي هو بيبقى مسعور فيها على الكوره زي ما احنا كنا بنشوفه الاول وبنخافوا منه.